واليوم يا جماعة الخير راح نعيد بناء نادي اف سي لوريون الفرنسي اللي صعد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى الفرنسية ليغ 1 مع فريق اف سي باري وفريق اف سي ماتس. وهذه الحلقة اليوم عندنا شرطين لازم نمشوا بهم في هذه الحلقة، واللي هما الشرط الأول هو لازم علينا نتعاقدوا مع لاعبين من الدوري الفرنسي وفقط، يعني ممنوع علينا نتعاقدوا مع لاعبين خارج فرنسا. والشرط الثاني مسموح لنا نتعاقد مع لاعب خبرة في كل موسم، يعني كل موسم عادي راح نتعاقد مع لاعب خارج من فرنسا، لكن لازم يكون لاعب خبرة. وبلا ما نطولوا في الكلام خلينا نروح نشوفوا تشكيلة فريق لوريون واللاعبين اللي عنده هذا الفريق. أبرز لاعب في الهجوم عنده بامبا ديانغ، لاعب سنغالي 25 سنة 76 في الريتينج. وفي وسط الميدان أبرز لاعب في وسط الميدان عندهم اللاعب لوريون أبريجال، لاعب خبرة 32 سنة 77 في الريتينج. هذا عنده سنين وسنين يلعب في فريق لوريون، يعني فريق لاعب قديم في هذا النادي. وعندهم في الدفاع أبرز لاعب هذا تونسي منتصر طالبي 27 سنة 77 في الريتينج. وعندهم لاعب آخر في وسط الدفاع اللي هو وين هو هذا إساك توري 22 سنة 79 في الريتينج، وطوله فارغ، عنده طول مثل طول العمود الكهربائي ما شاء الله عليه، 206 سنتيمتر في سن 22 سنة، وكما قلت 79 في الريتينج. وحارس مرمى هذا النادي يوفان فوغو، حارس سويسري 79 في الريتينج 31 سنة. واللي لاحظته في هذا الفريق عندهم بزاف مهاجمين، عندهم 1 2 3 4 5 6 مهاجمين ينشطون كرأس حربة، لذا راح نبيع بعض المهاجمين ونحتفظ بمهاجمين وثلاث مهاجمين فقط في هذا النادي. وميزانية الفريق في هذا الموسم الأول فريق سيلوريون عندنا 19 مليون دولار ميزانية انتقال، وعندنا 52 ألف ميزانية راتب. قلنا 52 ألف دولار ميزانية راتب. راح نشوف كيفاش نصرف هذه الميزانية ونتعاقد مع لاعبين على قدر هذه الميزانية ونقوي الفريق حتى ننافس في هذا الموسم الأول باش نبقاو في ليغ 1 وما نهبطوش للدرجة الثانية الفرنسية بعد ما كنا فيها في الموسم الماضي في الحقيقة. ونبداو في ميركاتو الفريق، واول لاعب راح نتخلصوا منه في هذا الموسم الاول هو اللاعب او الجناح الايمن بانوس كاتسيريس، اللاعب اليوناني صاحب 24 سنه. راح نبعثه اعاره لسلوفان براتيسلافا السلوفاكي لمده سنه واحده، قيمه الصفقه 1,800,000 دولار. اذا راح يروح هذا اللاعب اعاره، خليه يدي المزيد من اوقات اللاعب حتى يتطور، ونشوفوا وقت ما يرجع هذا اللاعب نشوفه اذا راح يكون اساسي في الفريق. اذا ما كانش في المستوى راح نعاود نبيعه لفريق اخر ونستفاد من مبلغ انتقال هذا اللاعب. ولاعب اخر راح نتخلصوا منه في هذا الموسم هو الجناح الايمن جوال فوكا، اعاره الى هذا الفريق فارونس فاكوس تيسي لمده سنه واحده ب 2.9 مليون دولار. وهذا اللاعب الجناح الايسر تريفان سانوسي الى شانزهين الصيني ب3 مليون دولار، ولمدة العقد إعارة لمدة سنة واحدة. وعندك هذا قلوب الدفاع لوكاس صاحب 21 سنة، راح نبعثه إعارة إلى اف سي ماتس ب429 ألف دولار لمدة سنة واحدة إعارة. وهذا صديق أبو بكر قلب الدفاع كاميروني 20 سنة، راح نبعثه إعارة إلى أجي أوسر ب 415 ألف دولار لمدة سنة واحدة كإعارة كما قلنا. ودائما احنا في التخلص من اللاعبين، هذا المرة راح نتخلص من اللاعب ثيو لوبريس، لاعب فرنسي عمره 23 سنة، راح نبعثه إعارة لأوستن أفجي الأمريكي لمدة سنة واحدة ب4 مليون دولار. وهذا اللاعبين بعثهم إعارة حتى ياخذوا الكثير من دقائق اللعب، لأنه في فريقنا مستحيل يلعبوا كأساسيين، راح يكونوا احتياطيين، ممكن ما يلعبوش بزاف او الكثير من المباريات. لهذا على اجل هذا الشيء راح نبعثهم اعاره حتى يتطوروا في فرق اخرى ويرجعوا لنا بمستوى اكثر من هذا المستوى وقيمه سوقيه اكثر من القيمه السوقيه الحاليه. اول لاعب راح نتعاقد معه في هذا الموسم الاول هو السعودي سعود عبد الحميد من ارسيلونس في البطوله الفرنسيه. تعاقدنا معه ب 792 الف دولار، ودخلنا في الصفقه ايغور سيلفا الظهير الايسر
صاحب 29 سنة، وضفنا لهم 5% عند البيع. الراتب عطيت له 17,000 دولار في الأسبوع، ومدة العقد 5 مواسم. ولاعب آخر راح نتخلصوا منه، راح نبيعه هذا الموسم، هو بابلو باجيس. بعناه للأف سي كولن الألماني ب 9.9 مليون دولار. وبعنا لاعب آخر هو سوهان بالدوني إلى AS نونسي الفرنسي ب 240 ألف دولار. وصلنا لآخر ساعة لفترة الانتقالات، وفي هذا آخر ساعة تعاقدنا مع الحارس البلجيكي، حارس القادسية كوين كاستيلس. تعاقدنا معه ب10 مليون دولار لمدة 3 موسمين. هذا الحارس خبرة، كما قلت في أول الحلقة أنه مسموح لنا نتعاقد مع اللاعب واحد خبرة في كل موسم. في هذا الموسم تعاقدت مع هذا اللاعب خبرة كوين كاستيلس، سيكون حارس عارين مرمى اف سي لوريون في الموسم الاول من ليغ 1 البطولة الفرنسية. وبهذا التعاقد الاخر راح نختم هذا وفترة الانتقالات، وراح نعمل محاكاة حتى نهاية الموسم. ولما نكمل الموسم الاول نتلاقاو في اخر الموسم ونشوفوا مع بعض واش عمل فريقنا اف سي لوريون في اول موسم له في ليغ 1 بعد ما صعد في هذا الموسم الاول. وبهذا نوصل نقطة نهاية الموسم الأول، وكملنا الموسم في المركز 14. جمعنا 38 نقطة، خسرنا أو ربحنا 10 مرات، تعادلنا 8 مرات، وخسرنا 16 مرة. في الهجوم هجوميا سجلنا 37 هدف، ودفاعيا وفي الدفاع استقبلنا 45 هدف. 45 هدف بزاف كثيرة على فريقنا. هذا يبين لكم أنه الدفاع مازال ضعيف، لازم في الموسم الجاي نزيدوا نقووا هذا الدفاع حتى ما نتلقاش أهداف كثيرة، بما أنه ضمننا البقاء في الليغ الدرجة الأولى الفرنسية في المركز 14. والفرق اللي هبطت للدرجة الثانية تولوز مركز 16، المركز 17 أونجي، ومركز 18 ليل. في المفاجأة هذا الموسم وبطل هذا الموسم أو بطل ليغا في هذا الموسم هو أولمبيك مارسيليا، وتفوق هذا الموسم على فريق باريس سان جيرمان وبفارق 5 نقط. الأول ب 70 نقطة والثاني ب 65 نقطة. وأحسن هداف في الدوري في هذا الموسم كان ميسن جرينوود لاعب أولمبيك مارسيليا 17 هدف، وفريقنا كان هدافه محمد بامبا 13 هدف. ومالك الاسيست في هذا الموسم كان مات اورايلي لاعب اولمبيك مارسيليا 13 اسيست، ومن فريقنا يوجد لوران ابريجال 4 اسيست. وفريق الموسم هذا هو عندك 3 لاعبين من اولمبيك مارسيليا، لاعب من اف سي نوت، لاعبين من موناكو، لاعبين من اولمبيك ليون، لاعب واحد من باريس سان جيرمان وهذا مفاجأة، وعندك لاعبين من باري اف سي، وما كاش لاعبين من فريقنا لأنه فريقنا بطبيعة الحال لاعب على البقاء، وما يمكنش أن يكون لاعب من فريقنا في فريق الموسم. في منافسة كاس فرنسا كنا تأهلنا في الجولة الثانية وربحنا سانتيتيان ب4 أهداف لهدفين. وفي الجولة الثالثة نصطدموا فريق باريس سان جيرمان القوي ونقصى في هذا الدور خسارتنا بهدفين مقابل لا شيء. ونوصلوا لإحصائيات لاعبين في هذا الموسم الأول. في وسط الميدان أحسن لاعب في وسط الميدان كان لوران أبريجال، صاحب 34 سنة، لعب 35 مباراة، سجل 2 وقدم 5 تمريرات حاسمة. وعندك بالنسبة للمهاجمين عندك محمد بامبا، لعب 24 مباراة، سجل 17 هدف. المهاجم الثاني بامبا ديانغ، لعب 29 مباراة، سجل 9 أهداف. وعندك أيضا المهاجمين الاحتياطيين سامبو تومانو، لعب 14 مباراة، سجل هدفين. وسعود عبد الحميد ظهير الأيمن السعودي، لعب 34 مباراة، سجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين. وهذه هي تشكيلة فريق لوريون في نهاية الموسم الأول. غيرت من الرسم التكتيكي في منتصف الموسم من 5 مدافعين إلى 4 مدافعين حتى تكون عندنا نجاعة هجومية في الهجوم، لأن ما كناش نسجلوا أهداف كثيرة في الموسم وكنا نستقبل العديد من الأهداف. وبهذه التشكيلة اللي كملنا بها الموسم الأول ننتقل إلى الموسم الثاني. وميزانيتنا في هذا الموسم الثاني عندنا 31 مليون دولار ميزانية انتقال، وعندنا 155 ألف دولار ميزانية راتب. عندنا ميزانية أحسن من الموسم الماضي. هذه الميزانية راح تمكننا من أن نتعاقدوا مع اللاعبين يكونوا في مستوى هذا الفريق في الموسم الثاني. أول لاعب راح نتخلصوا منه في هذا الموسم الثاني هو الحارس بنجامين لوري، صاحب 37 سنة، وبعته لليون سيتي السنغافوري ب
$7000. ثاني لاعب حنتخلص منه هو وسط الميدان الدفاعي لورون أبريجال، صاحب 33 سنة، بعثوا لاستقلال طهران الإيراني ب$7.3 مليون. ويا جماعة الخير حتى نعززوا الدفاع أكثر، تعاقدنا مع الظهير الأيسر الفرنسي كوينتين مارلين لاعب ستاد رين اف سي ب$7.8 مليون، ودخلت في الصفقة الظهير الايسر دارلين يونغوا ظهير الايسر صاحب 29 سنه، والعقد كان فيه 5 مواسم. ولقيت هذا قلب الدفاع الفرنسي اللي كان يلعب في باريس سان جيرمان من قبل، كان يلعب في قلب الدفاع ريسنال كيمبيمبي. هذا يعد لاعب فرنسي، لهذا راح نبقى نفس قانوننا، واللي هو التعاقد مع لاعب فرنسي من بطولة فرنسية أو لاعب من البطولة الفرنسية وليس خارج بطولة فرنسية. لهذا تعاقدنا مع هذا اللاعب مجانا، لقيته في عملاء أحرار. وفي نفس الوقت تعاقدت مع هذا قلب الدفاع الإيفواري صاحب الغاني صاحب 26 سنة، 76 في الريتينج، آلي دو سيدو من ريد ستاد رين اف سي الفرنسي، نفس فريق الظهير الايسر كوينتين مارلين ب$2.9 مليون. ودخلت في الصفقة منتصر طالبي صاحب 29 سنة واللي ينقص في الريت، والعقد كان فيه 5 مواسم. بعد قلب الدفاع الغاني ناصيل اجي الى اف سي دالاس الامريكي ب$9.2 مليون. وتعاقدنا مع متوسط الميدان المالي من ارسيلونس الفرنسي مامادو سانغاري ب$5.6 مليون. ودخلت في الصفقة بونديوغو فاديغا، والعقد كان فيه 5 سنوات. وتعاقدت مع متوسط الميدان الدفاعي أسامة العزوزي من اجي اوسر الفرنسي ب$7 مليون. ودخلت في الصفقة نواه كاديو، والعقد كان فيه 5 سنوات. وبعت قلب الدفاع صديق أبو بكر قلب الدفاع الكاميروني إلى جامبا أوساكا الياباني ب$4.1 مليون. هذا اللاعب رجع من الإعارة. وتعاقدت مع اللاعب الخبرة متوسط ميدان سي ام البرتغالي جيدسون فرنانديز من سبارتاك موسكو الروسي ب$12 مليون. ودخلت في الصفقة جين موكونغو الراتي، أو العقد كان فيه 5 سنوات. وفي متوسط الميدان الدفاعي نحتاج لاعب واحد آخر يكون بديل للاعب أسامة العزوزي. على أجل هذا الشيء تعاقدنا مع هذا متوسط الميدان الدفاعي الفرنسي لويس موتو من أونجي الفرنسي، قيمة الصفقة $8.2 مليون، والعقد كان فيه 5 سنوات. وبهذا التعاقد الأخير راح نختتم تعاقدات الفريق لهذا الموسم الثاني. هدفنا في هذا الموسم الثاني هو مركز متوسط في ترتيب الدوري الفرنسي، وهذا اللي أسسنا عليه الفريق في هذا الموسم الثاني. لهذا الشيء راح نعمل محاكاة حتى نهاية الموسم، ونتلاقاو بعد ما ينتهي الموسم الثاني. وبهذا نكون وصلنا لنقطة نهاية الموسم الثاني. وترتيب فريقنا في هذا الموسم كان مرتبة 7، أحسن بكثير وكثير من الموسم الماضي. الموسم اللي فات كنا في المركز 14 وكنا على بعد خطوات من السقوط إلى الدرجة الثانية، وهذا الموسم تحسن كثير فريقنا وكملنا الموسم في المركز السابع ب53 نقطة. ربحنا 16 مرة وتعادلنا 5 مرات، وخسرنا 13 مرة في موسم مقبول إلى حد كبير. وفي الهجوم سجلنا 39 هدف، وفي الدفاع استقبلنا 38 هدف، وهذا يبين لك باللي فريقنا تحسن كثير في هذا الموسم، لأنه في الموسم اللي فات استقبلنا أهداف كثيرة، وعلى ما أظن استقبلنا 45 هدف كاملة، وهذا الموسم استقبلنا 38 هدف، في تحسن واضح لفريقنا في هذا الموسم الثاني. وبطل الليغ في هذا الموسم هو أوجي سينيس ب 68 نقطة. والمفاجأة في موسمين متتاليين فريق البي اس جي ما يتوج بلقب الدوري الفرنسي، وهو في الحقيقة مهيمن كل هيمنة على الدوري الفرنسي. كل عام يبدأ تقريبا هو كبطل للدوري الفرنسي. والثالث جاء أولمبيك مارسيليا في هذا الموسم اللي كان بطل في الموسم الماضي. وفي مؤخر الترتيب عندك سانتيتيان وستاد دو ريمس وغينغونغ. وهداف الليغ والدوري الفرنسي في هذا الموسم الثاني هو ميسن جرينوود، في الموسم الثاني على التوالي. لاعب اولمبيك مارسيليا مسجل 16 هدف بالمناصفة مع ايمانويل ايميغا لاعب ستراسبورغ. ومن فريقنا كاين بامبا ديانغ 12 هدف، وكاين محمد بامبا 10 اهداف. ومالك الاسيست في هذا الموسم الثاني في الدوري الفرنسي ليغ 1 ياسين كيشتا لاعب لو هافر
11 اسيست. جاء في المركز الثاني لاعب فريقنا اللي تعاقدنا معه في هذا الموسم الثاني، اللاعب البرتغالي جيسون فرنانديز ب10 اسيست. وهذا هو فريق الموسم في الموسم الثاني. عندنا 4 لاعبين من أو 3 لاعبين من ستراسبورغ، ولاعب واحد من أولمبيك مارسيليا، 4 لاعبين من موناكو، ولاعبين من باريس سان جيرمان، والحارس حارس اوجيسينيس. وما كانش ولا لاعب من فريقنا في فريق الموسم، وهذا الشيء غريب لأنه فريقنا في هذا الموسم تحسن وكان الحصان الأسود في الدوري الفرنسي. وفي منافسة كأس فرنسا فريقنا لوريون ضرب مونبيلي ب4 أهداف وتأهل إلى الدور القادم. ونفس المشكل في الموسم اللي راح، أقصينا في الجولة الثالثة، وهذا الموسم نخسر ضد ستاد ران ب3 أهداف مقابل لا شيء ونقصى في هذا الدور. ونوصل إحصائيات اللاعبين في هذا الموسم الثاني اللي كان موسم ممتاز لفريقنا اف سي لوريون. جيسون فرنانديز تعاقدنا مع هذا الموسم، لعب 31 مباراة، قدم 11 تمريرة حاسمة وسجل 3 أهداف. وعندك اللاعب تيو لو بريس لعب 28 مباراة، سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة. المهاجم محمد بامبا لعب 23 مباراة، سجل 10 وصنع هدف. وبامبا ديانغ المهاجم الثاني لعب 23 مباراة، سجل 14 هدف. والمهاجمين الاحتياطيين سامبو سومانو لعب 16 مباراة، سجل 5. وايجون توسين لعب 11 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع هدف واحد. وهذه هي تشكيلة فريق اف سي لوريون. التشكيلة تحسنت بشكل كبير منذ بداية الموسم، وانا كملت بنفس الرسم التكتيكي. 4 مدافعين في الدفاع، لاعبين في وسط الميدان، جناحين متأخرين ومهاجمين. وبهذا الرسم التكتيكي حققنا أو كملنا الموسم في المركز السابع. وبهذه التشكيلة ننتقل إلى الموسم الثالث. وصلنا للموسم الثالث مع فريق فرنسي لوريون اف سي او اف سي لوريون. والميزانية في هذا الموسم 37 مليون دولار ميزانية انتقال، ومليون و600 ألف دولار ميزانية راتب. إن شاء الله تكفينا هذه الميزانية حتى ندعم الفريق في هذا الموسم الثالث، لأنه كل موسم تزداد صعوبة البطولة الفرنسية. وأول لاعب راح نتخلص منه في هذا الموسم الثالث وراح نبيع اللاعب أسامة العزوزي متوسط ميدان دفاعي لسان بيترسبورغ الروسي مقابل 22 مليون دولار. وراح نبيعه قلب الدفاع بريسنال كيمبيمبي اللي تعاقدنا معاه مجانا في الموسم اللي راح إلى كروز أزول ب 26 مليون دولار. ونروحوا للتعاقد مع اللاعبين في هذا الموسم. تعاقدنا مع لاعب أو مهاجم ستراسبورغ خواكين بانشيلي، مهاجم أرجنتيني عمره 25 سنة، 79 في الريتينج. تعاقدنا معاه ب7 مليون دولار. ودخلت في الصفقة أيونغ توسين المهاجم صاحب 29 سنة والراتب 22 ألف دولار في الأسبوع. والعقد المدة تاعو كانت 5 مواسم. ولاعب آخر تعاقدنا معاه من ستراسبورغ الفرنسي من البطولة الفرنسية وهو الجناح الأيمن أمو أمياو، جناح أيمن الإنجليزي مقابل 7 مليون دولار. ودخلت في الصفقة الجناح الأيمن اليوناني بانوس كاتسيريس، والراتب أسبوعي أعطيت له 16 ألف دولار في الأسبوع. والعقد كان فيه 3 سنوات. ولاعب آخر من ستراسبورغ، لأن فريق ستراسبورغ غني باللاعبين، وكما يعرف الجميع مالك نادي تشيلسي هو مالك نادي ستراسبورغ. على أجل هذا الشيء نادي ستراسبورغ تلقى فيه بزاف لاعبين من مستوى جيد إلى ممتاز. على كل حال تعاقدنا مع دييغو موريرا الجناح الأيسر البرتغالي من ستراسبورغ صاحب 23 سنة و78 في الريتينج مقابل 4 مليون دولار. ودخلت الصفقة الجناح الأيسر تيو لوبريس، جناح أيسر فرنسي، والراتب عطيت له 22 ألف دولار في الأسبوع. والعقد كان فيه 3 سنوات. وتعاقدت مع لاعب آخر في وسط الميدان خالد فايد وسط ميدان فرنسي من أصل مغربي عمره 23 سنة 77 في الريتينج مقابل 0 دولار. وكانت صفقة تبادلية. دخلت الصفقة مامادو سانغاري والراتب الأسبوعي أعطيت له 18 ألف دولار في الأسبوع. والعقد كان فيه 3 سنوات. واللاعب
الخبرة في هذا الموسم اللي راح نتعاقد معاه، لقيت الحارس البرازيلي الغني عن التعريف إيدرسون، الحارس اللي كان ينشط في الدوري الإنجليزي في مانشستر سيتي الإنجليزي، واللي راح في الحقيقة لفنربخشة التركي. لقيته بدون نادي، لاعب حر، فراح نتعاقد معاه مقابل راتب أسبوعي 56 ألف دولار في الأسبوع، والعقد كان فيه موسمين. ولاعب آخر راح نتخلص منه في هذا الموسم الثالث، وهو قلب الدفاع بامو ميتي، بعته لشاندونغ الصيني ب 14.3 مليون دولار. وتعاقدنا مع قلب الدفاع الأوكراني لباريس سان جيرمان، واللي كان يلعب من قبل في فريق بورنموث في إنجلترا في البريمير ليج، إيليا جابارني، مقابل 24 مليون دولار. ودخلت في الصفقة أليدو سيدو، وأعطيت لهم 5% عند البيع، والراتب بالأسبوع أعطيت له 55 ألف دولار في الأسبوع، والعقد كان فيه 5 سنوات. ولقيت هذا اللاعب الفرنسي لوكاس هرنانديز، قلب دفاع فرنسي، أخو ثيو هرنانديز اللي يلعب في الهلال السعودي حاليا، وكان يلعب في فريق AC ميلان. لوكاس هرنانديز لقيته حر بدون نادي، لهذا تعاقدت معاه مقابل 44 ألف دولار كراتب أسبوعي. العقد كان فيه موسمين. ورجعنا لبيع اللاعبين، وهذه المرة بعت الحارس أو بعنا الحارس كامارا لكلوب أتلتيكو تاليراس الأرجنتيني ب 1.2 مليون دولار. وبعد تفكير طويل قررت أن نبيع اللاعب أو الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد، لأنه ما تطورش في هذا الموسمين مع الفريق، بالرغم من أنه كان قدم مستوى كبير مع الفريق وقدم ما عليه، لكن قررت نبيع هذا اللاعب لأنه بدا يكبر في السن، 28 سنة، ومع مرور الوقت تلقاه ينقص في الريت، لذا راح نبيعه ب 15 مليون دولار لفريق نيو انجلند ريفوليشن الأمريكي. وهذه المرة تخلصنا من لاعب آخر، وبعنا قلب الدفاع لوكاس لوديس إلى رايو فاليكانو الإسباني ب 4.2 مليون دولار. وينقصنا صفقتين لا غير، الصفقة الأولى متوسط ميدان دفاعي، والصفقة الثانية ظهير أيمن اللي راح يعوض رحيل اللاعب سعود عبد الحميد. في مركز متوسط ميدان دفاعي تعاقدنا مع اللاعب جون لو بينون من FC نونت ب 14 مليون دولار. والظهير الأيمن لقيت هذا الظهير الأيمن الفرنسي بروندون توبي، عنده 24 سنة، 79 في الريتنج، تعاقدت معاه براتب أسبوعي 21 ألف دولار في الأسبوع، والعقد كان فيه 5 سنوات. وبهذا التعاقد الآخر جون لو بينو متوسط ميدان الدفاعي راح نختتم تعاقدات الفريق في هذا الموسم الثالث. في هذا الموسم كونا فريق قوي، وجبنا لاعبين خبرة ولاعبين في المستوى، ولهذا الشيء ما عندناش عذر باش نحققوا نتيجة جيدة في هذا الموسم الثالث، ونحققوا مركز مؤهل لمنافسة أوروبية. وبعد ما كملنا كل تعاقدات الفريق وضبطنا الفريق، راح أعمل محاكاة حتى نقطة نهاية الموسم الثالث، وراح نتلاقاو في نهاية الموسم. وصلنا لنقطة نهاية موسمنا الثالث، وكما تشوفوا فريقنا لهذا الموسم في المركز الثاني، ونتيجة إيجابية بأتم معنى الكلمة. فريقنا في هذا الموسم كان يستحق المركز الثاني بكل جدارة واستحقاق ب 65 نقطة. ربحنا 21 مرة، تعادلنا مرتين، وخسرنا 11 مرة في 34 جولة. في الهجوم سجلنا 55 هدف، كثاني أحسن هجوم في الدوري الفرنسي في هذا الموسم، بعد هجوم PSG اللي مسجل 66 هدف. دفاعيا سجلوا علينا 30 هدف كأحسن دفاع في الدوري الفرنسي في هذا الموسم، وتفوقنا على PSG اللي مسجلين له 38 هدف، على ليون ولا أولمبيك ليون مسجلين له 32 هدف، وعلى ليل اللي صعد لهذا الموسم بعد ما سقط في الموسم اللي راح مسجلين له 34 هدف. حتى أولمبيك مارسيليا مسجلين له 36 هدف، موناكو مسجلين له 40 هدف. وفي مؤخر الترتيب والأندية اللي سقطت للدرجة الثانية FC ميتس، AG أوسير، وباري FC. وهداف الدوري الفرنسي في هذا الموسم الثالث هو ميسن جرينوود المتألق مع أولمبيك مارسيليا للموسم الثالث على التوالي، مسجل هذه المرة 20 هدف. ومن فريقنا أميا واللي تعاقدنا مع هذا الموسم 14 هدف في المركز الخامس. محمد بامبا 11 هدف، وخواكين بانيشيلي اللي تعاقدنا مع هذا الموسم 8 أهداف. وملك الأسيست في هذا الموسم هذا المرة كان
حمزة وجيدران لاعب ارسيلونس 14 تمريرة حاسمة. من فريقنا جوهان لوبينو يتعاقد مع هذا الموسم 10 تمريرات حاسمة بالمناصفة مع جيتسون فرنانديز. وفريق الموسم في هذا الموسم الثالث عندنا لاعبين من فريقنا، وهذا في الحقيقة شيء منطقي لأنه كملنا الموسم في المركز الثاني. عندنا الحارس إيدرسون الحارس البرازيلي، وإيليا زابارني قلب الدفاع الأوكراني، وعندنا لاعب من أولمبيك مارسيليا، لاعبين من ليل، لاعبين من أولمبيك ليون، لاعب من باريس سان جيرمان، ولاعب من موناكو، ولاعب من أوجيسينيس. في منافسة كأس فرنسا وكالعادة تأهلنا في الجولة الثانية. هذا المرة ربحنا بو اف سي بهدف ل0، وكالعادة نقسم الجولة الثالثة كما كان الحال في الموسمين الماضيين. وهذا مرة أقصينا لما خسرنا ضد سونتيتيان بثلاثية مقابل هدفين بعد الوقت الإضافي. ونختتم هذا الموسم الثالث المثالي لفريقنا اف سي لوريون الفرنسي. إحصائيات اللاعبين في هذا الموسم: أمو أمياو لعب 31 مباراة سجل 14 هدف. خالد فايد 19 مباراة سجل هدفين و4 تمريرات حاسمة. خواكين بانشيلي 19 مباراة 8 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة. والمهاجمين الآخرين عندك ترافان سوناسي 9 مباريات 4 أهداف. جوال فوكا 6 مباريات 3 أهداف. ومحمد بامبا 11 مباراة 11 هدف. وبامبا ديانغ 7 مباريات ومسجل 5 أهداف. وهذه هي تشكيلة الفريق في نهاية الموسم الثالث. ما كاش تطور كبير في الفريق من غير بعض التطورات في الدفاع. بروندون سوبي اللي وصل 81 ريتينج. في وسط الميدان عندك لوبينو وصل 78 في الريتينج، وخالد فايد وصل 77 في الريتينج. عندك هذا الجناح الأيمن أمو أميا اللي وصل 75 في الريتينج، والمهاجم ما زال في نفس الريتينج 79. وبهذه التشكيلة تشكيلة الموسم الثالث. ننتقل إلى الموسم الرابع. وميزانيتنا في هذا الموسم الرابع عندنا 86 مليون دولار ميزانية انتقال، وعندنا 1,500,000 دولار ميزانية راتب. وأول لاعب راح نتعاقدوا معاه في هذا الموسم الرابع راح يكون في الهجوم هو موموشو مهاجم أوجيستينيس. قيمة الصفقة 14 مليون دولار. ودخلت في الصفقة محمد بامبا، الراتب الأسبوعي عطيت له 40,000 دولار في الأسبوع. مدة العقد كانت 5 مواسم. والمهاجم الثاني اللي راح نتعاقدوا معاه هو جورج مهاجم موناكو، صاحب 21 سنة 80 في الريتينج. وتعاقدنا مع هذا المهاجم ب 13 مليون دولار. دخلت في الصفقة المهاجم خواكين بانيشيلي، والراتب الأسبوعي عطيت له 31,000 دولار في الأسبوع. مدة العقد كانت 5 مواسم. لا غلطت، مدة العقد كانت 3 مواسم. وفي وسط الميدان راح نتعاقد مع السيني مويولو، وسط ميدان بي اس جي، عمره 22 سنة 80 في الريتينج. وتعاقدنا مع هذا اللاعب ب 23 مليون دولار. ودخلت في الصفقة أرتور أفوم، والراتب 39,000 دولار في الأسبوع. والعقد كان 3 مواسم. ومتوسط ميدان آخر هذه المرة دفاعي إليان إيرالا، لاعب بي اس جي ثاني، لاعب من بي اس جي. قلت عمره 23 سنة و79 في الريتينج. تعاقدنا معه ب 15 مليون دولار. دخلت في الصفقة لويس موتون، والراتب عطيت له 29,000 دولار بالأسبوع. مدة العقد كان 3 مواسم. وصلنا عرض اللاعب كوينتين مارلين الظهير الأيسر الفرنسي. وبما أنه ما تطورش هذا اللاعب وما قدمش شيء الكثير للفريق، راح نبيع هذا اللاعب أتلانتا يونايتد اف سي الأمريكي ب 25 مليون دولار. وراح نعوض رحيل اللاعب مارلين الظهير الأيسر إلى أتلانتا يونايتد الأمريكي بالظهير الأيسر الإسباني الخبرة صاحب 29 سنة سيرجي كوردونا من فياريال الغواصات الإسباني ب 33 مليون دولار. الراتب الأسبوعي أعطيت له 35,000 دولار في الأسبوع. مدة العقد كان فيها 5 مواسم. ومجموعتنا في دوري أبطال أوروبا المجموعة الثالثة مجموعة صعبة جدا، صعبة كثير على الفريق. مانشستر سيتي وبلاوغرانا برشلونة بنفيكا، فرق مخضرمة في منافسة دوري أبطال أوروبا. راح نلعب على المركز الثالث اللي أهلنا حتى نلعبوا منافسة اليوروبا ليج، لأنه هذه المجموعة صعبة كثير على فريقنا، وإذا حدثت المفاجأة ممكن نتأهلوا في المركز الثاني.
وبهذه المجموعة، المجموعة الثالثة، مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا اللي شفناها مع بعض، راح نعمل محاكاة حتى نهاية الموسم، وإن شاء الله نقدموا نتيجة إيجابية في هذا الموسم ونكونوا في صدارة الدوري الفرنسي ونعملوا حاجة في منافسة دوري أبطال أوروبا. راح نتلاقاو في نهاية الموسم. وصلنا أخيرا لنهاية الموسم الرابع، وكما تشوفوا فريقنا اف سي لوريون يتوج كبطل للدوري الفرنسي وتفوق على فريق البي اس جي القوي بكل نجومه وبفارق نقطتين عن البي اس جي. وواضح أنه كان الموسم مزير لحد كبير، بما أنه البي اس جي كان في المركز الثاني وفريقنا كمل الموسم في المركز الأول ب 72 نقطة، وربحنا 23 مرة، تعادلنا 3 مرات، وخسرنا 8 مرات في 34 ماتش. في الهجوم سجلنا 59 هدف كأحسن هجوم في الدوري في هذا الموسم الرابع، ودفاعيا سجلوا لنا 30 هدف كثاني أحسن دفاع في الدوري بعد دفاع البي اس جي اللي سجلوا له 24 هدف. وفي مؤخر الترتيب واللي الأندية اللي هبطوا للدرجة الثانية او جي سي نيس، ريد ستار، ومونبولي. وهداف الدوري الفرنسي في هذا الموسم الرابع هو ايمانويل ايميغا لاعب ستراسبورغ 21 هدف. وفي المركز الثاني لاعبنا دييغو موريرا اللاعب البرتغالي مسجل 14 هدف. موموشو مسجل 11 هدف، وجورج مسجل 10 اهداف، وامو اميو مسجل 9 اهداف. وملك الاسيست هو فالنتين روني لاعب ستاد رين 12 اسيست. في المركز الثاني إليان إيرالا لاعب فريقنا 8 اسيست لمناصفة مع سيني مويولو وخليل فايد. وفريق الموسم في هذا الموسم الرابع كاين 3 لاعبين من فريقنا، الحارس البرازيلي إيدرسون، وقلب الدفاع الأوكراني إيليا زابارني، والظهير الأيمن بروندون سوبي. وكاين لاعب من رين، وكاين لاعب أو لاعبين من ستراسبورغ، لاعبين من بي اس جي، لاعب من ارسي لونس، ولاعبين من ليل. وفي منافسة كأس فرنسا كنا وصلنا للنهائي وتوجنا كأبطال لكأس فرنسا، ونربح الثنائية المحلية في هذا الموسم، البطولة الفرنسية والكأس الفرنسية، وربحنا في النهائي فريق ستراسبورغ بثنائية مقابل 0. وفي دوري أبطال أوروبا كنا تعدينا مرحلة المجموعات في مفاجأة هذه المجموعة في المركز الثاني، وتفوقنا على فريق البلاوغرانا برشلونة وبنفيكا البرتغالي 9 نقاط، والأول كان مانشستر سيتي سيتيزنز ب 15 نقطة. ولما تأهلنا للدور القادم فزنا على دينامو موسكو الروسي بسداسية مقابل 0، وتأهلنا للدور الربع النهائي. وفي الدور الربع النهائي للأسف خسرنا ضد فريق بي اس جي، فريق فرنسي مثل فريقنا، وبضربات الجزاء 4-3 بعد ما كملنا مباريتين الذهاب والإياب بهدفين في كل شبكة. الدور نصف النهائي تأهل البي اس جي على فيورنتينا، وميرينغ ريال مدريد على السيتيزنز، وفي النهائي فاز ميرينغ ريال مدريد على البي اس جي بهدف مقابل لا شيء. ونختم هذا الموسم الرابع اللي كان مثالي إلى أبعد حد بإحصائيات اللاعبين. أمياو الجناح الأيمن لعب 33 مباراة، سجل 14 هدف. ومتوسط الميدان الدفاعي إليان إيرالا لعب 38 مباراة، قدم 11 تمريرة حاسمة. والظهير الأيسر سيرجي كوردونا لعب 40 مباراة، 8 تمريرات حاسمة. خليل فايد 22 مباراة، 9 تمريرات حاسمة. سيني مويولو 40 مباراة، 13 هدف و13 تمريرة حاسمة. والظاهر والجناح الأيسر دييغو موريرا 45 مباراة، 19 هدف. والمهاجم جورج 18 مباراة، 14 هدف. والمهاجم الثاني موموشو 26 مباراة، 22 هدف وتمريرة حاسمة واحدة. وهذه هي تشكيلة الفريق في نهاية الموسم الرابع، وهذه التشكيلة اللي توجنا بها بالدوري الفرنسي كأبطال وكأس فرنسا كأبطال. وصلنا الدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وقسينا ضد فريق البي اس جي. وبهذه التشكيلة راح ننتقل للموسم الخامس. وفي هذا الموسم الرابع حاب نربح دوري أبطال أوروبا، لهذا راح نقوي وسط الميدان كما قلت. وفي هذا الموسم تعاقدنا مع أيوب وعدي اللاعب الأسطوري في وسط الميدان، لاعب ليل 88 في الريتينج و22 سنة، مازال صغير ومازال يزيد يتطور، ب 82 مليون دولار. ودخلت في الصفقة جيتسون فرنانديز وعطيت لهم 10% عند البيع، والراتب الأسبوعي يطلب 173 ألف دولار في الأسبوع.
الأسبوع عطيت له هذا الراتب، والعقد كان فيه 3 سنوات. وتعاقدت مع وسط الميدان لويس مايلي الإنجليزي من بي اس جي، 81 في الريتنج، 23 سنة في وسط الميدان، سي ام، ب 17 مليون دولار. ودخلت في الصفقة خليل فايد، والراتب الأسبوعي يطلب 41 ألف دولار في الأسبوع، عطيت له هذا الراتب، والعقد كان فيه 3 سنوات. أما الظهير الأيسر تعاقدت مع الظهير الأيسر المغربي زكريا أريس من باستيا، 81 في الريتنج، 25 سنة، ب 0 دولار. لكن صفقة تبادلية، عطيت له الظهير الأيسر سيرجي كوردونا، والراتب الأسبوعي يطلب 45 ألف دولار في الأسبوع، عطيت له هذا الراتب، والعقد كان فيه 5 سنوات. ونسيت نقول لكم أن ميزانية الفريق اللي أعطتنا الإدارة في الموسم الخامس كان عندنا 109 ملايين دولار كميزانية انتقال، وكان عندنا مليونين دولار كميزانية راتب. وبهذه التعاقدات أيوب عدي، لويس مايلي، وزكريا أريس نختتم تعاقدات فريقنا في الموسم الخامس، وراح نعمل محاكاة حتى نهاية الموسم، ونتلاقاو في نهاية الموسم ونشوفوا واش عمل فريقنا في هذا الموسم الخامس. وصلنا لنقطة النهاية للموسم الخامس، وكما تشوفوا فريقنا اف سي لوريون يصل نهائي دوري أبطال أوروبا في نهائي تاريخي، وراح نلعب ضد أتلتيك بلباو الإسباني فريق الباسكي في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الخامس. وفي الدور النصف النهائي تأهلنا وربحنا مانشستر يونايتد الإنجليزي بخماسية مقابل هدف في مجموع اللقاءين. وفي الدور الربع النهائي ربحنا وتأهلنا ضد بروسيا دورتموند بسباعية مقابل هدف في مجموع اللقاءين. في الدور السادس عشر تأهلنا على حساب الملك ريال مدريد مالك هذه المنافسة بشق الأنفس وبصعوبة كبيرة ضد فريق متمرس في هذه المنافسة ب5 أهداف مقابل 4 في مجموع اللقاءين. وفي دور المجموعات تأهلنا في المرتبة الأولى والمركز الأول ب 13 نقطة، والثاني تأهل اف سي بورتو، الثالث برشلونة بلوغرانا مفاجأة في هذه المجموعة ما تأهلش وراح للمنافسة الأوروبية الثانية اليوروبا ليج، وبارما كان في المركز الأخير ب4 نقاط. وفي منافسة الدوري الفرنسي توجنا كأبطال المرة الثانية على التوالي، وتفوقنا على فريق البي اس جي، الفريق بكامل نجومه في المركز الأول وبفارق هذه المرة 6 نقاط. فريقنا كان عنده 87 نقطة، فزنا 28 مرة، تعادلنا 3 مرات وخسرنا 3 مرات في 34 جولة. في الهجوم سجلنا 57 هدف، وكنا أحسن هجوم في الدوري الفرنسي في هذا الموسم الخامس. ودفاعنا كان صخرة بأتم معنى الكلمة، وسجلوا لنا 12 هدف 34 جولة كاملة. دفاعنا كان حديد بأتم معنى الكلمة. والثاني كما قلت بي اس جي 81 نقطة، والثالث ستراسبورغ 55 نقطة. في مؤخر الترتيب عندنا سانتيتيان، أونجي، ولو هافر. وهداف الدوري الفرنسي في هذا الموسم الخامس هو أكسل كامبلون لاعب كليرمون فوت 16 هدف. ثانيا كان لاعب فريقنا أمو أمياو 15 هدف. جورج المهاجم سجل 14 هدف، ومومو شو سجل 8 أهداف. وملك الأسيست في الموسم الخامس هو سيني مويولو لاعب من فريقنا 13 اسيست، ومتبوع في المركز الثاني بأيوب بوعدي اللاعب اللي تعاقدنا معه في هذا الموسم 11 اسيست. وفي منافسة كأس فرنسا وصلنا للدور النصف النهائي، وللأسف خسرنا هذا الدور لصالح ستراسبورغ البطل بهدف مقابل 0. وستراسبورغ فاز في النهائي على بي اس جي بهدف مقابل لا شيء، وتوج كبطل لكأس فرنسا في هذا الموسم الخامس. وفي كأس سوبر فرنسي خسرنا اللقب، واللقب الثاني اللي خسرناه في هذا الموسم الخامس لصالح البي اس جي بهدفين مقابل هدف بعد الوقت الإضافي. ونختتم هذا الموسم الخامس التاريخي لفريقنا واللي وصلنا معاه نهائي دوري أبطال أوروبا بإحصائيات لاعبينا في هذا الموسم الخامس بعد 5 مواسم كاملة. أيوب بوعدي اللي تعاقدنا معاه 19 تمريرة حاسمة، 6 أهداف، لعب 52 مباراة. إيلان إيرايلا متوسط ميدان دفاعي 10 تمريرات حاسمة وهدف، ولعب 39 مباراة. أمو أميا والجناح الأيمن 20 هدف ولعب 40 مباراة. سينو ودييغو موريرا 6 اسيست و7 اهداف ولعب 48 مباراة. سينو مويولا 16 اسيست و7 اهداف
ولعب 34 مباراة. المهاجم جورج 30 هدف ولعب 32 مباراة. تألق واضح لهذا اللاعب وهذا المهاجم في هذا الموسم الخامس. وعندك المهاجم الثاني أو الجناح الأيسر، الجناح الأيسر تريفان سانوسي 17 مباراة، 4 أسيست و8 أهداف. والمهاجم الثاني موموشو 8 أهداف ولعب 15 مباراة. في نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي ضد فريق أتلتيك بلباو الباسكي الإسباني سنلعب بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى كوين كاستيليس، في الدفاع برودو سوبي، قلوب الدفاع إيساك تراوري، إيليا زبارني، والظهير الأيسر زكريا أريس. في وسط الميدان عندنا إيليان إيرالا وأيوب عدي وسوني مويولو. وفي الهجوم الجناح الأيمن أمياو، الجناح الأيسر دييغو موريرا، وفي الهجوم وقلب الهجوم المهاجم جورج. وقبل ما نبدأ نهائي دوري أبطال أوروبا أتمنى منكم تدعموا القناة لأن هذه القناة جديدة راح تبدأ الطريق في اليوتيوب، وهذه هي الدرجة الأولى. أتمنى أن تدعموها بالاشتراك والتعليق واللايك حتى تستمر هذه القناة ونستمر في النشر في المقاطع اللي يعجبكم. الجماهير الكبير يا إلهي على هذه الأجواء، على هذه المباراة، كل شيء يدعونا لمشاهدة ممتعة بطبيعة الحال. نهائي يجعل الكل يترقب في وجود هذا الكم من النجوم وهذا الحافز بالتأكيد. تشعر كأن الصورة تريد أن تتحدث هنا في ملعب إليانز أرينا. تلعب للأمام، ميكيل خاوري جيثار، بينيات برادوس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. في نيكو ويليامز، روعة روعة روعة، كرة في منتهى الروعة. يا إلهي على جمال هذه اللقطة، على روعة هذا الهدف. كرة لا يمكن أن تضيع. حلوة هذه التمريرة، البحث عن المرمى، لعبة جميلة لكنها لم تستغل. جورج لينيكينا، الله على الإنهاء، يا سلام على كرة جميلة، لعبة ولا أروع. لوريان سجلوا هدف التعادل الآن. ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. راحت عنده في مكان جميل جورج لينيكينا. أعتقد أن الله على الإنهاء، يا سلام على كرة جميلة، لعبة ولا أروع، إنهاء ولا أروع، فينيشينج جميل جدا. يا إلهي ما الذي حدث هنا؟ انقلبت الموازين، انقلبت الطاولة، يأتي التقدم الآن. لم يكن من الممكن إيقافه. متفوقون بفارق هدف وحيد. أمام تدخل وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء